وعلى دماغك المكلفه دي. عارف انت يا جو، اول ما تموت بعد عمر طويل يعني بعد الشر عنك يعني، هياخدوا مخك ده ويحطوه في بطرمان ازاز صغير كده في قلب متحف في فاترينا ازاز، ويكتبوا تحتيها كده بميه الذهب: هنا يرقد مخ يوسف الدقاق. اصلا مش عايزه فتاكه يا زكي. واحده جاهله كده اول مره في حياتها تشوف مبلغ زي ده هتعمل بيه ايه؟ ولا هتشيله عند حد من قرايبها ولا حتى هتستأمن انها تشيله في البنك، اكيد في شقتها اللي مقفوله. ايوه بس عدم المؤاخذه جو، يعني انا اللي محيرني انت جبت المفتاح منين؟ عيب يا زكي، انا بعون الله اي مفتاح في سلسله مفاتيح سيد الدقاق عندي منه نسخه تانية ما عدا مفتاح خزنه البيت، ده ماليش فيه بس بمزاجي. طب هو ما تاخذنيش يعني في السؤال، هو انا كده جو يعني ما بقاش كفرت شويه عن ذنوبي؟ يا اخويا، بس اوعى يا زكي يكون حد شافك وانت داخل عند الولايه دي ولا وانت خارج من عندها. عيب يا جو، انا برضو هيبقى مخي في بطرمان اصغر شويه جنبك ومش هيبقى مكتوب عليه بميه الذهب، ما انا ذكي برضو. لا مش لدرجه بطرمان، ما تتمريقش عليا يا زكي. طب بقول لسعادتك ايه صحيح، هو الحاج سيد مختفي فين؟ حاج سيد يا سيدي عايش في بحر العسل اليومين دول، بس بيحضر حته مفاجاه هتطلع من نافوخ دلال وامها وكمال واخواته. يا ابن الايه، عليه حته دماغ. لعيب كبير قوي الحاج سيد الدقاق ده، دماغه متكلفه صحيح. طلع لي. وانت ناوي تعمل ايه مع دلال يا جو؟ ولا حاجه، هكتبها شيكات بالمبلغ وخلاص. ما تنساش برضه ان هي مرات ابويا. عشان كده يا مدام اوعي يا فرح يا حرامي يا جبان يا ايه ده؟ الله الله الله. يا مدام دلال دلال الله الله الله. ايه ده؟ الفح معايا على مهلك. ايه ده؟ بقول لك يا زكي، نعم. روح بسرعه خلي فرح تجيب لها كوبايه ليمون بسرعه. يا صالح بسرعه، تعال دلال تعال. بسرعه. اقعدي. ايه بس ما فطرتيش ولا ايه مالك؟ لا 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 دلال فوق يا دلال. يا حرامي يا جبان فين الفلوس؟ لا اللي سرقتها ايه ده يا مدام دلال، انا ما سرقتش منك حاجه. اقعدي صوتك بقى، مش عايزين فضاعه يا دلال. في ايه؟ سيبني يا يوسف طلعني وكمان مش شلوب الفلوس. ما تتصرف يا بقول برنس. لك ايه، روح يلا شوف شغلك، روح شوف شغلك. يلا تعال دلال اقعد. الله ايه يا دلال بس في ايه؟ مش كده الله. ايه مالك عامله كده ليه؟ فيك ايه يا مرات ابويا؟ اتسرقت يا يوسف، اتسرقت. لا حول الله يا رب، لا حول الله. ازاي حصل الكلام ده بس؟ يا ساتر. بقول لك يا دلال، ما بلاش الافلام الهند دي، مش عليا. حياة اللي في بطني ان شاء الله يا رب يا اخي عدو. بعد الشر يا ساتر، بعد الشر. الله ما تدريش على اخويا كده، الله هتزعليني منك كده يا دلال. الله ما احبش حد يجيب سيرته كده. قولي لي بس، اتسرقت ازاي يا دلال؟ حد دخل شقتي يا يوسف وسرقني. مين هو اللي سرق؟ مفيش غيره الندل الجبان اللي اسمه زكي، هو اللي سرقني. زكي ما لقيتيش غير زكي؟ اطهر قلب في الوكاله، تشك فيه برضه؟ طب ايه رايك بقى ان انت ظلماه؟ ايه رايك بقى ان انا بعته اسكندريه بقاله 4 ايام ولسه واصل قبليكي بدقيقه واحده وانا اللي بعته بنفسي؟ بقول لك يا دلال، انت هتمضي شيكات ب2 مليون وانا هديكي فرصه، بس سيبك بقى من الافلام اللي انت عاملاها دي عشان قديمه قوي. والله العظيم ما افلام. عندك دليل ضده؟ لا يا يوسف ما عنديش. خلاص يبقى تمضي. يلا يا دلال امضي قبل ما الحاج يجي ويقول لي هي ايه اللي جابها هنا. يلا يا دلال، انت لسه خارجه من المستشفى. طب يلا عشان اللي في بطنك، عشان انت مش حمل المرمطه دي وصحتك على قدك. يلا. ايوه، وعشان كمان اقول لك ازاي نمنع جوازة الحاج اللي قلبي بيقول لي ان هي على البيبان دي.
ازاي يا يوسف؟ هقول لك، امضي بس الشيك التاني. ايوه امضي بقى الشيك التاني، يلا. ما لقيتش غير زكي، ده اطهر قلب. ماشي يا معلم شعبان، ماشي، انا هتصرف وابعت لك زكي. بس بقول لك ايه، البضاعه تبقى عندي النهارده بكتير، والله يكرمك. ماشي، بالسلامه بالسلامه. ايه ده يا باشا؟ معقول تاخد بضاعة بالكمية دي وبالفلوس دي غميدي كده من غير ما تشوفها؟ وبعدين الموبايلات المضروبة دي مش سكتنا. انت مالك؟ انت مالك؟ انت بتعدل عليا ولا ايه؟ انت اتجننت؟ لا يا باشا انا ما اقصدش، انا بتكلم بس على الاسعار. يعني كان ممكن تنزل السعر عن كده، يعني تقول له الموبايلات دي مضروبة، البطاريات مغشوشة وممكن تنفجر في الناس، اي حاجة. تقول له انها بتلوث البيئة مثلا. الايه؟ البيئة؟ بيئة ايه يا بيئة؟ بيئة انت اللي بتقول بيئة؟ لعلمك بقى الموبايلات دي متقلدة درجة أولى، يعني ايه 1؟ يعني ايه 1؟ وبعدين احنا مالنا احنا ما تنفجر ولا تهرتل بنيلة؟ احنا مالنا احنا؟ الله، احنا في الشغلانة دي كوميسيونجية، يعني سلم واستلم، يعني اهبش واجري، فهمت يا سوبد؟ ايه؟ سوبد يا غبي. اخبار لقاء ايه يا حاج؟ اللي يا حاج، وايه لزوم السؤال الماسخ ده؟ قصده لقاء مرات الحاج جاد. قصدك طليقته؟ طلقته ايه؟ دول كانوا لسه معانا مع بعض في خطوبة يوسف. ما هي اتطلقت بعد الخطوبه يا سمر. ايه اللي لقى وطلعت؟ احنا مالنا ومال الموضوع ده؟ اصل انا يا حاج سمعت انها هتتجوز قريب. وانت مالك؟ تتجوز ولا ما تتجوزش؟ يعني حطيت على دماغك ليه يعني؟ يا عم استنى لما تعرف بس مين العريس الاول. مين؟ كمال؟ اشمعنى كمال يعني؟ يعني السؤال الوحيد يعني اللي في بينهم كلام كده وعلاقه وبتاع. ايه؟ علاقه في عينك منك له؟ انتوا تخلصوا خالص، مفهوم؟ ايه يا بابا في ايه؟ هما ما قالوش حاجة تزعل حضرتك بالشكل ده؟ مالك يا حاج؟ اتحمقت كده ليه لما جت سيرتها؟ يوه، انا سايبها لكم وماشي، جاتكم المصايب. انا مش فاهمة حاجة. بابا هو انت هتتجوز لقاء؟ بابا بو لما يشرتحك، انت مالك انت يا بغل يا حمار؟ ما جاوبني وخلاص، ولا هي كلمة الحق بتزعل؟ عنده حق، هو ما غلطش يا حاج وكلنا نشهد بكده. الكلام ده صح يا سيد؟ صح ولا مش صح؟ محدش ليه عندي اي حاجه، وانت بالذات، انت بالذات واخده حقك تالت ومتلت، وعايشه عيشه اهلك ما كانوش يحلموا بيها. عايزه مني ايه؟ وانت يا جدع انت قاعد عرفنا ليه؟ قاعد في البيت ليه؟ ما تسيبني وترحل. ده بيت يا حاج، بيتنا كلنا محدش هيمشي منه. وبعدين امي موصياني قبل ما تموت الله يرحمها ان احنا ما نسيبش البيت ده. طيب لعلمكم بقى، عشان ما حدش يقول ان انا بداري ولا مش بواجه، انا العريس. يا نهار اسود! ايوه انا هتجوز، اللي عاجبه عاجبه، مش عاجبه الباب يفوت جمل. الله مش كده يا حاج، ما تحرقش دمك امال. الله، وبصراحه بقى عدال عيب وازح، ومن قلبي الف مبروك يا حاج. طب انا كمان هتجوز